شفت لو عندك هم وغم ومليان ذنوب زي حالتنا كده، الفيديو ده ليك ولي. الفيديو ده مش لكل الناس. الفيديو دوت اللي عنده هم وغم وذنوب زي حالتنا. أبي بن كعب من أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مرة راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل من صلاتي عليك؟ أجعل من صلاتي عليك الربع. فسيدنا النبي قال له: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. طب أجعل من صلاتي النصف؟ قال له: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. طب يا رسول الله، أجعل من صلاتي الثلثين؟ قال له: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال له: هجعل صلاتي كلها عليك يا رسول الله؟ قال له: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. ومين اللي بيقول كده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. كتر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هيكفي همك ويغفر ذنبك. بس أنا عاوز أقول لك على حاجة. الحاجة لما تبقى تقيلة على البني آدم بيبقى فيها الشفاء. العيل الصغير لما بيبقى تعبان بنيجي نديله حقنة تقيلة عليه بس فيها الشفاء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية هي تقيلة، عاوزة تركيز، بس صدقني فيها خير كتير قوي. صلى على سيدنا النبي زي ما تحب بأي صيغة، بس الصيغة الإبراهيمية فيها خير كبير قوي. جربها، ولو كل يوم 10 مرات. الأسبوع اللي بعده خليها 15، الأسبوع اللي بعده خليها 20، بس داوم خليها في حياتك الصيغة الإبراهيمية ولو 10 مرات في اليوم. ومتنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته وعدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون.